جريدة النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر جمعيه الصداقه لمتقاعدي الامن الوطني على الثقه ديالهم مركز الطبي طنجة المتوسط. هذه الاتفاقيه جات في اطار تقديم الرعايه الصحيه اللازمه للمنتسبين لجمعيه الصداقه ومتقاعدي الامن الوطني. فالمركز كيوفر مجموعه ديال الخدمات طبيه متعدده التخصصات، فكيوفر تسهيلات في العلاجات، في الفحوصات، في العدد ديال الفحوصات الطبيه والتكميليه. ممكن انهم يجريوا يعني تحاليل طبيه، ممكن يجريوا اشعاعات، يمكن يديروا تخطيط للقلب، ممكن واحد العدد ديال الامور ممكن نقوم بها داخل هذا المركز الطبي. فبهذه المناسبة ما يمكن لي إلا نشكر جمعيات الصداقة على هذا الثقة وعلى هذه المبادرة الطيبة. وحنا بدورنا كمركز طبي نحن يعني مجند لخدمة منخرطين ومتقاعدين الأمن الوطني من أجل توفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم ولذويهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار البرامج الاجتماعية التي تقوم بها جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني لفائدة المنخرطين ديالها المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، اليوم تم إبرام اتفاقية شراكة مع المركز الصحي لطنجة من أجل الاستفادة المنخرطين الجمعية من التطبيب. وهذه العملية هذه كتتم في إطار العمل التضامني الإنساني اللي تقوم به الجمعية مع الفاعلين في الميدان الصحي، وخاصة مع هذا المركز اللي غادي يعطي واحد الإضافة جديدة فيما يخص تطبيب الأرامل وذوي الحقوق. شكرا للدكتور ربيع بن صديق اللي ربطنا معاه هذه الاتفاقية ديال الشراكة من أجل الاهتمام بالمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عبد الكريم زيشي، نائب رئيس جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني بطنجة. في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المنخرطين ديال جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني، قامت الجمعية اليوم بتوقيع اتفاقية ما بين الجمعية ومركز ديال طنجي ميد بهدف تقديم خدمات طبية لفائدة المنخرطين ديال متقاعدي الأمن الوطني. وبهذه المناسبة كنشكروا الإدارة ديال المركز ديال طنجي ميد وعلى رأسهم الدكتور بن صديق ربيع اللي تحنى هذه الفرصة هذه وثق في الجمعية ووقع معنا هذه الاتفاقية. هذا كيدخل كما قلت في اطار اعتراف تقديم خدمات واعتراف المجهودات اللي قاموا بها المتقاعدين خلال يعني تقديم الخدمات اللي قاموا بها في اطار الباركور بروفيسيونال ديالهم. وكنتمنى يعني هذه الشراكات تكون عندها فائده كما قلت لفائده المتقاعدين وتعود بالنفع عليهم. وشكرا.
جريدة النشرة.